انت تقريبا بتخسر اكتر من 50% من الناس اللي بيدخلوا على الويب سايت بتاعك كل يوم لو انت شغال على شيرد هوستنج او الويب سايت بتاعك بطيء بمعنى اصح. وانت لو شغال على شيرد هوستنج فالويب سايت بنسبة كبيرة جدا هيكون بطيء، سواء بقى الناس دول عملاء او حد داخل يشتري منتج من الويب سايت بتاعك او داخل يتفرج على الكورس بتاعك اللي انت حاطه على الويب سايت او ايا كان. فلو انت صاحب بيزنس او عندك ويب سايت ابعت الفيديو ده للديفلوبر بتاعك عشان هقول لك ليه لازم تنقل حالا من شيرد هوستنج لكلاود سيرفر مستقر. الاول لو ما تعرفنيش، انا نور، ومن وانا عندي 15 سنه اشتغلت واتعلمت مهارات زي الجرافيك ديزاين والفيديو اديتنج، ومؤخرا من حوالي سنتين بدات اشتغل في الويب ديفلوبمنت. في خلال السنتين دول اشتغلت على اكتر من 30 ويب سايت لعملاء من امريكا ولندن والسعوديه ودول الخليج بشكل عام. في فتره تعلمي كنت ببقى هتجنن ان بعض الويب سايتس اللي انا بعملها كانت بتبقى بطيئه بطريقه لا تطاق، مع اني مظبط كل حاجه من الابلكيشن سايد او مظبط كل حاجه على الويب سايت نفسه، لحد ما استوعبت الفرق بين الشيرد هوستنج والكلاود سيرفر المستقر اللي بيكون ليك لوحدك او للويب سايتس بتاعتك انت بس. تخيل معايا ان انت في اوضه وفجاه دخل معاك 100 واحد، من ضمن ال 100 واحد دول في 10 كل ما يدخل اكل او يدخل اي موارد للاوضه بتاعتك تلاقيهم خدوها، هتموت من الجوع صح؟ ده بالظبط اللي بيحصل في السيرفر بتاعك لما تكون شغال على شيرد هوستنج. ال 100 شخص دول هم ال 100 ويب سايت اللي معاك، وببساطه هم بيستهلكوا موارد السيرفر. فلو انت عندك ويب سايت واحد من ضمن ال 100 دول عامل مشكله او بيستهلك موارد زياده، ال 99 ويب سايت التانيين هيتاثروا وانت مالكش ذنب. ده اللي خلاني انقل بعض الويب سايتس بتاعتي لكلاود ويز. سبونسر فيديو النهارده او سبونسر فيديو الشهر ده بما اني بنزل فيديو كل شهر تقريبا عشان يكون عندي كلاود سيرفر مستقر وما تحملش اخطاء غيري. ملحوظه بسيطه، انا قبل ما كلاود ويز يعرضوا عليا الشراكه انا كنت بالفعل بستخدم الاستضافه بتاعتهم وعندي ويب سايتس عليها وفي بالفعل عملاء شغالين معايا عليها. فالفيديو ده زيه زي اي فيديو عندي، الهدف منه ان انا انقل لك التجربه بتاعتي واسهل عليك خطوات كتير. الفرق بس ان الفيديو ده مش لحد مبتدئ، انت ينفع تتفرج عليه لو انت ما تعرفش اي حاجه عن الويب ديفلوبمنت، بس انت غالبا عشان تشتري هوستنج او تفكر في قصه الهوستنج دي على الاقل هيكون عندك عميل، او هتكون بتتعلم ومعاك ميزانيه تشتري هوستنج لو انت عايز تجرب على هوستنج لايف بدل ما تجرب على لوكال هوست وما تعرفش تبعت الويب سايت لحد او كل الكلام ده. ففي كل الحالات الفيديو هيفيدك جدا يعني. طيب ليه انا اخترت كلاود ويز تحديدا مع انه ممكن يكون في اكتر من هوستنج بروفايدر بيوفر موضوع ان انت يكون عندك كلاود سيرفر وعليه الويب سايتس بتاعتك انت بس؟ على مدار السنتين اللي فاتوا دول ومع تجربتي لاكتر من هوستنج بروفايدر اقدر اقول لك ان السبورت بتاع كلاود ويز هو تقريبا احسن سبورت فيهم كلهم، لان انت معظم الهوستنج بروفايدرز لما بيظهر معاك مشكله تكنيكال وتخش تكلم الدعم بيقولوا لك المشكله دي مشكله من الابلكيشن سايد او مشكله في الويب سايت نفسه، فانت شوف مع الديفلوبر بتاعك. وانت بتبقى انت الديفلوبر وبرضه مش فاهم المشكله دي فين عشان انت ما عندكش اكسس اصلا للحاجات اللي انت هتحتاج تعملها غالبا يعني، او حاجه مش في مجالك. في كلاود ويز بقى العكس، انا دايما بلاحظ ان انا لما بكلمهم على مشكله تكنيكال بتلاقيهم فتحوا تيكت وبعديها تقريبا في خلال 24 ساعه هتلاقي المشكله دي اتحلت. وبرضه انت بتقدر تتكلم معاهم باللغه المحليه بتاعتك، في حالتنا في الشرق الاوسط هتقدر تكلمهم بالعربي وهتلاقيهم بيستجيبوا بالعربي جدا، حتى لو اتكلمت بالمصري هتلاقيهم بيفهموك وبيردوا عليك. وبرضه من الحاجات القويه جدا ان انت بتقدر تنزل ووردبريس بضغطه واحده. فانت اكيد لو انت برضه ووردبريس ديفلوبر هتفهم معاناه ان انت عشان تنزل ووردبريس على استضافه مش بتدعمه هتقعد تعمل خطوات كتيره قوي، على عكس كلاود ويز انت تقريبا بتنزله بضغطه واحده حرفيا. انا هوريك في الخطوات في الفيديو قدام لما ابدا في الشرح العملي، بس هتلاقي ان انت ما خدتش بالك اصلا ان انا نزلت ووردبريس. غير المميزات التانية زي ان انت هيكون معاك 3 ايام تجرب فيهم الاستضافه بشكل مجاني بالكامل من غير ما تحط كريدت كارد او من غير ما يتسحب منك فلوس اصلا. كل الحاجات اللي فاتت ديت انت ممكن تلاقيها في اي هوستنج بروفايدر تاني. فايه الحاجات اللي بتخلي كلاود ويز فعلا مختلف، او بمعنى صح ايه المميزات اللي موجوده فيه ومش موجوده في اي هوستنج بروفايدر تاني او نادرا لما هتلاقيها يعني؟ اول حاجه اللايتنج ستاك، دي ببساطه مجموعه تقنيات مدموجه مع بعض عشان تدي لك سيرفر او بيئه لما تحط عليه الويب سايت تلاقي ان الدنيا سلسه معاك والويب سايت اوريدي اوبتمايزد والسرعه بتاعته كويسه. تاني حاجه في نوعين من السيرفرات، النوع الاول هو الفليكسبل وده تقريبا بيكون مناسب مع 80% من الناس عشان سعره بيكون منطقي وفي نفس الوقت بيقدم لك قيمه مقابل سعر. تقدر تبني عليه ويب سايت عادي، تقدر تبني عليه البورتفوليو بتاعك، اي كوميرس بسيط كده، ستور فيه منتجات قليله او ايا كان. تاني سيرفر هو الاوتونوموس، ده تقريبا اسرع ب 13 مره من السيرفر العادي، فبيكون مناسب جدا لو انت بتبني ويب سايت تعليمي او بتبني ستور كبير عليه ترافيك عالي فيه منتجات كتيره وكل الكلام ده. اخر نقطه وهي السيرفرات البريميوم، انت هيكون عندك السيرفر العادي اللي تقريبا موجود في اي هوستنج بروفايدر، وعندك برضو سيرفر بريميوم انت بتقدر تابجريد لحاجه بريميوم لو حسيت ان في ترافيك عالي او انت عايز اداء اقوى في الويب سايت بتاعك.
وطبعا بيكون سعرها اعلى شويه من البلان البيزك بما انك بتاخد مميزات اكبر من البيزك. طيب يا نور، كل الكلام ده جميل جدا، بس الكلاود سيرفر بيكون سعره عالي عن الشيرد هوستنج. هقول لك كلامك جميل، بس لو انت ما تعرفش نور منصور او ما بتشوفش الفيديو ده دلوقتي، عشان لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي فانا هدي لك كود خصم نور منصور بيدي لك خصم 25% لاول شهرين على اي بلان هتختارها من كلاود ويز. طيب برضو عشان ما تكونش كل الخطوات نظريه، انا دلوقتي هفتح اللابتوب وهوري لك ازاي تعمل سيرفر وازاي تمشي في كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو بشكل نظري. طيب انت لما هتفتح اللينك الموجود في الديسكربشن ده هتلاقي البيج بتاعه الساين اب فتحت معاك. هتعمل حساب عادي اكنك بتعمل حساب على اي منصه، هتكتب اسمك ايميلك وكل البيانات ديت، وبعدين تكتب كود الخصم. انت هتلاقيه متضاف بالفعل نور منصور، هيظهر قدامك على الشاشه، وبعدين تكمل عادي او ممكن تكمل من خلال جوجل. وبعدين هو عايزني اكتب رقم فهكتب رقمي. اما هتسجل هيفتح معاك البيج دي، هيدي لك تو اوبشنز، يا اما تستخدم الثلاث ايام المجانيين اللي انا قلت لك عليهم، يا اما تاخد فول اكسس من دلوقتي. فلو انا خدت الفري ترايل هيفتح معايا عادي وهقدر اجرب معظم المميزات الموجوده. لو قلت له جيت فول اكسس، كلاود ويز بيوفروا حاجتين، يا اما تدخل بيانات الكريدت كارد بتاعتك ومش هيتسحب منها فلوس، يا اما هيتعمل هولد على $1 ومش هيتسحب برضه، هيرجع لك بس عشان يتاكدوا ان الكريدت كارد دي فاليد. يا اما تبعت للسبورت بتاع كلاود ويز تقول لهم ان انا عايز ادفع من خلال باي بال، فهم هيكملوا معاك الاجراءات. فانا بالفعل عملت الستبس دي قبل كده، فانا هخش الحساب اللي انا خدت منه فول اكسس بالفعل. لما هتسجل بيانات الدفع وتكمل الحساب بتاعك هيفتح معاك الداشبورد دي، فهتلاقي عندك ان انت تعمل سيرفر على الفليكسبل او الاوتونوموس اللي احنا وضحنا الفرق بينهم في البدايه. فانا مثلا هروح للفليكسبل وهقول له لانش ناو. طيب انت لما هتيجي هنا هتدوس على وورد بريس، هو خلاص كده المفروض انه هينزل لك وورد بريس، وبعد ما نكمل الستبس هتلاقي وورد بريس نزل بالفعل وكل حاجه اتظبطت من غير ما اعمل اي حاجه تاني. فانا هقول له هنا سيرفر نيم، بروجكت نيم، اكتب اي اسماء انت عايزها او اسم البروجكت الحقيقي، وهتختار من السيرفرز دي. انا هروح مع اي سيرفر مثلا هقول له فولتر، وبعدين خلي دي 1 جيجا. طيب دي تحددها على اساس ايه؟ لو انت مش عارف تختار حجم السيرفر بتاعك، لو انت بتبدا وبتجرب او لسه بتبني الويب سايت بتاعك اختار ال1 جيجا العاديه مش البريميوم. لو انت خلاص الويب سايت بتاعك هترفعه لايف وهيبدا يجي لك عليه ترافيك اختار ال2 جيجا، فهم حتى هتلاقيهم بيرشحوا لك ان انت تختار ال2 جيجا. فانا لسه بجرب هختار ال1 جيجا. طبعا لو انت الويب سايت بقى خلاص كبر فممكن تروح لل4 جيجا، فانت عايز توفر في البدايه او عايز تجرب او ايا كان هتروح مع ال1 جيجا، وبعدين تختار اللوكيشن، هتختار اقرب سيرفر للشرق الاوسط، مش عارف الاقي حاجه قريبه ولا ايه، عامه هختار اي حاجه، وبعدين هقول له لانش ناو. طيب هو كده بيحمل السيرفر، بيقول لي هيقعد حوالي 13 دقيقه وبعدين هينزل. طيب بعد ما التحميل يخلص هتلاقي السيرفر نزل كده، وهتلاقي هنا موجود عدد الابلكيشنز او الويب سايتس اللي موجوده في السيرفر ده. فانا لو دوست هنا وبعدين دوست على نور كلاود، ده اسم البروجكت اللي انا سميته الورد بريس، هتلاقي هنا الابلكيشن يو ار ال والادمن يو ار ال او الادمن بانل. فلو انا دوست كده هلاقي ان هو فعلا ضاف لي وورد بريس ويب سايت، وكده الديفولت بلوج او الديفولت بيج اللي بتنزل اول ما وورد بريس بينزل. انا لو فتحت الادمن بانل كده اللي هو الورد بريس داشبورد يعني، وخدت اليوزر نيم والباسورد دول، هيفتح معايا الداشبورد بتاعت وورد بريس وهبدا الشغل بتاعي. طيب ده بالنسبه لو انا بعمل الويب سايت من جديد، يعني انا ما كانش عندي ويب سايت واول مره استخدم كلاود ويز وعملت ويب سايت عليه. طيب لو انا عندي ويب سايت بالفعل بقى، برضو كلاود ويز مسهل الموضوع ده جدا. انت لو بصيت هنا هتلاقي في بلجن اسمه كلاود ويز ووردبريس مايجريتور. لو انت نزلت البلجن ده وكتبت هنا الايميل زي ما موضح في الصوره وبعدين دوست مايجريت، هتلاقيه بدا في نقل الويب سايت. انا برضو هسيب لك لينك المقاله دي في الديسكربشن، لو انت عايز تنقل الويب سايت بتاعك هتلاقي الموضوع سهل معاك. طيب لو انا عندي دومين بس ما عنديش ويب سايت، لو انا عندي دومين على هوستنجر الدومين ده مثلا، وعايز بدل الابلكيشن يو ار ال ده يكون الدومين بتاعي اللي هو وهج دوت ستور مثلا، فهاجي هنا في جزء الدومين مانجمنت وهقول له اد دومين، وهكتب الدومين بتاعي اللي هو ايا كان بقى الدومين بتاعك هتكتبه هنا، وبعدين تقول له سيف. عبال ما يحمل انت المفروض تروح تضيف بقى الدي ان اس ريكوردز بتاعتك. انت هتفتح الداشبورد بتاعت الدومين وهتضيف الريكوردز اللي بتوجه الدومين للويب سايت او الابلكيشن اللي موجود على كلاود ويز. طيب تعرف الريكوردز دي منين؟ انت هتروح كده للاكسس ديتيلز وتاخد الاي بي بتاع السيرفر البابليك اي بي ده، وتروح هنا تعمل ريكورد، تعمل بوينتس 2 وتكتب الاي بي اللي موجود هنا. انا هاخد الاي بي ده واكتبه هنا وبعدين ادوس اد ريكورد. هو طبعا بيقول ان في ريكورد متوجه لمكان تاني، فانا هكنسل عشان مش عايز اعمل كده. المهم انت بعديها هتضيف سي نيم وبعدين تقول له www.
مش راضي يكتب www، وبعدين تقول له التارجت وتكتب اسم الدومين بتاعك. هتلاقي الدومين اتربط هنا، بس عشان الدومين ده يكون هو الاساسي بتاع الويب سايت هتدوس على الثلاث نقط دول وتخليه الاساسي من هنا. طيب انت ربطت الدومين وربطت الويب سايت بتاعك وكل الدنيا دي جميله وتمام. لو انت عايز بقى ايميل بروفيشنال زي مثلا الايميل بتاعي login@nurosama.com حاجه @nurosama.com، هتروح للادونز الموجوده هنا وهتلاقي في ادونز في الاخر اسمها ايميل، هتدوس عليها وبعدين تمشي مع الخطوات. هسيب لك برضو المقالة او الارتكل اللي بيوضح لك ازاي تضيف ايميل. الموضوع بسيط بس انت هتحتاج تربط الدومين بتاعك يعني. في النهاية طبعا القرار قرارك، بس نصيحتي ليك ما تسترخصش في الهوستنج. ليه؟ لان انت لو بتبيع ل 50 واحد في الشهر انت ممكن تبيع ل 150 واحد، يعني في 100 واحد زيادة كنت ممكن تبيع لهم، بس مثلا دخلوا على المنصة بتاعتك لقوا الويب سايت تقيل، فطبعا قال لا انا مش هدخل كل يوم اتفرج على الكورس بالتجربة البطيئة دي. لو انت الويب سايت بتاعك بيدخلك فلوس مفيش مشكلة تحط فلوس عشان تدخل فلوس اكتر، بمعنى ان انت ممكن اصلا لو هتاخد الفلوس اللي شخصين دفعوها تغطي فلوس الهوستنج ده لمدة شهر بس تبيع ل 100 واحد زيادة. وبالتوفيق.